السلام عليكم. ما تيجي نسمي الله بقى النهارده ونبدأ بنواعم العيد. ولا هتفرش ولا هيبقى قلبها معجن معاكي ولا هتبصم، وهقولك كل التفاصيل النهارده بالتفصيل بالظبط بكل حاجة عملتها، وهعملها لك النهارده بقى ايه. بص، قمر اهي، قمر. يلا نخش على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. انا جايبه كيس دقيق كده، بس انا هعملها لكم بالكوبايه وعايرها قدام عينيكم دلوقتي حالا. والكوبايه اللي هنشتغل بيها واحده، معيار واحد، عشان تطلع معاكي المقادير مظبوطه، وهتطلع باذن الله مظبوطه على الشعره بالظبط. يعني مش يعني في بنات كده كانت بتقولي احنا بنخاف نعملها بتفرش مننا، ويقل قلبها يبقى معجن، يقل تطلع ناشفه، ولا اي حاجه من دي هتحصل معاكي. انا هعاير بالكوبايه. الكوبايه دي انا عايزاها تبقى معرمه، يعني دي كوبايه 200 مللي. كيلو دقيق ده عمل مين معايا 8 كوبايات ونص من الكوبايه دي، 8 كوبايات ونص بالظبط. بس ايه، يعني كوبايه هرميه، مش اللي هي ممسوحه، لا تبقى كوبايه هرميه شويه. بس اهو كده. وبنفس الكوبايه عندي بقى دي الزبده انا مسيحاها وسويتها على البوتاجاز لغايه ما استوت كويس قوي، وشيلت المرطه منها خالص، صفيتها من المرطه وسبتها لما جمدت كده. بس دي بدرجه حراره الغرفه لينه، مش هحطها في التلاجة. انا هسيبها ساعتين 3 كده لغايه ايه ما تجمد شويه، بس كده، بس تبقى لينه بدرجه حراره الغرفه. بس كده. وبنفس الكوبايه هاخد هنا كام كوبايه، 4 كوبايات، 4 كوبايات يا بنات. تمام. عندي بقى ان ده السكر، انا طحنته في البيت وعملته بمصفى ناعمه كده، نخلته. هاخد منه كوبايتين سكر، يبقى 8 كوبايات ونص دقيق، 4 سمنه، 2 سكر بودره عملته في البيت. وفي معلقه بقى هنا انا هضيفها، دي معلقه نشا. عمر الغريبه اللي هتعمليها ما هتفرش معاكي في الفرن. معلقه نشا على السكر. هنا بقى ايه، هبتدي احط السكر على الزبده واعملهم مع بعض كويس كده، بس بايديا في الاول، عشان لو عملت من المضرب من الاول كده اللهم ان هيطير كله في وشي. ودي اهم خطوه بقى هنا هنعملها، هنشتغل ده بالمضرب ده 20 دقيقه بالظبط، لحد الزبده دي ما اللون الاصفر ده هيبقى ابيض معاكي، هيبقى ابيض خالص. وكل ما اضرب شويه كده اجيب ايه، انزل اللي في الجناب ده عشان كلها تبقى زي بعضيها. هفضل اضرب كده يا بنات 20 دقيقة بالظبط لغاية ما يبقى لونها ابيض، وكل شوية هقلب فيها كده بسباتيولا وانزل اللي في الجناب. بس كده. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، كأنها بالظبط اللي هو كريم شانتيه. اللون كمان افتحها خالص، وقوامها تحس ان بقى زي الكريم شانتيه. هبتدي انزلها بقى على الدقيق، وهي لو قريبة هما ال3 مكونات دول بس: دقيق، سمنة، سكر، ومعلقة النشا اللي انا بضيفها زيادة. يبقى 8 ونص دقيق، 4 كوبايات من السمنة متشال منها المرطة اللي فيها وتكون لينة بدرجة حرارة الغرفة، كوبايتين من السكر البودر، ومعلقة نشا كبيرة. انا هعمل بايدي، انتي في الاول هتحسي ان هي ايه، مش العجينة بتاعتها مش مظبوطة ومفرولة، لا هي بتبقى كويسة. انا هعجن بايديا مش هعمل بعجين. وهي 10 دقايق، وبعد كده هسيبها ترتاح. انا هعرف ان العجينة بتاعتي مظبوطة اللي انا اعملها كورة كده اضغط فيها مش هتشقق. لو شققت تبقى محتاجة سمنة. دقايق، وهسيبها ترتاح نص ساعة، وابتدي اللي انا اشكلها وارصها في السيجون اللي معايا. وبتفرق اوي انك تسيبيها ترتاح كده. سيبي مسافة ما بين واحدة والتانية، وما تخافيش هي مش هتفرش ولا حاجة، بس ده احتياطي. سيبي مسافة صغيرة بس. اهي. هنعمل كور كده، لسه انا مش هضغط دلوقتي عليها، انا هنعمل كور صغيرة. وعلى قد ما تقدري حاولي تخليهم كلهم حجم واحد عشان ياخدوا سوا واحد. اخلص بقى الكميه بتاعتي كلها. انا كده النهارده قلتلك كل تفاصيل بنعملها، كل التفاصيل اهي.
بس على قد ما تقدري خليهم حجمهم يبقى قريب من بعض. بس انا هخلص بقى الكمية بتاعتي كده وهوريكي هعمل ايه تاني. بصي انا نسيت اقولك على حاجة، العجينة دي بتبقى ملزقة شوية، يعني لما تلاقي فيها تلزيقة ما تخافيش ما تقلقيش، هي بتبقى كده. خلاص انا خلصتهم كده. عندي بقى اي حاجة ممكن ما تعمليش اي حاجة على فكرة، ممكن تضغطي عليهم وتسيبيهم بس كده. اهو انا جايبه الملبس اللي هو الفضي ده، وجايبه ذهبي. ممكن تعملي مكسرات، اي نوع مكسرات عندك، سوداني، اي حاجه عندك تحطيهم كده من فوق الوش، تضغطي عليهم ضغطه بسيطه اهي. ما تضغطيش او ما تبططيهاش قوي يعني، انتي ضغطه بسيطه بس كده. بمكسرات بقى عندك، مش عايزه تحطي اي حاجه خالص ما تحطيش، اضغطي ضغطه بسيطه عليها كده، اعملي البصمه بتاعت الصباع دي وسيبيها، هتبقى زي الفل برضو. بس هعملهم بقى كلهم. طب انا بعد ما اعمل الحركه دي يا بنات، انا هحطهم في، بس بعد ما اشكلهم كده هحطها تاني الصاج ده في التلاجة 10 دقايق. هحط الصاج في التلاجة لمدة 10 دقايق، وهكون في ال10 دقايق دي شغلت الفرن يسخن على درجة حرارة 150 لمدة 10 دقايق برضو. يبقى احطهم في الصاج بعد ما اتشكل كده، احطه في التلاجة لمدة 10 دقايق، واشغل الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 10 دقايق. هي هتاخد معايا خدت معايا في الفرن بتاعي انا 16 دقيقة بالظبط. بص هي بتاخد لون من تحت اشقر شوية كده خفيف، ما بتاخدش لون من فوق خالص خالص. مش هتحركيهم من الصاج ده لمدة ساعتين، تسيبيهم ساعتين اقل حاجة في قلب الصاج، ما تجيش ناحيتهم قبل ما تحركيهم خالص. بصوا هي واخدة لون خفيف خالص من تحت. هي قعدت معايا في الفرن بتاعنا 16 دقيقة بالثانية، انت بقى على حسب الفرن بتاعك لازم تتابعيها وتاخدي بالك. درجة حرارة 150 هتسخنيه لمدة 10 دقايق قبل ما تحطش اي حاجة فيه. انا خبزتها في الفرن مدة 16 دقيقة، ودي كانت النتيجة ناعمة مفيهاش ولا غلطة، وقلبها مستوي مفيهاش اي حاجة. ملكيش حجة بقى، قومي اعملي يلا في البيت. سلام.